وضعت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل. الحب الحلال هو ما صرف إلى الحلال، والحب الحرام هو ما صرف إلى الحرام. طيب امتى بقى يتحول بينا الحب الحلال إلى حب حرام؟ على الزنا. صور تتبعت هنا، صور تتبعت هنا، والأمر دوت بقى عادي تقريبا. طب ليه؟ احنا ايه اللي وصلنا للمنطقة ديت؟ ايه اللي وصلنا للنقطة ديت؟ الشيطان بقينا احنا بنمشي ورا النهان. ابعدوا عن العلاقات المحرمة. طيب ابعدوا عن العلاقات الغير شرعية. طب ليه علاقات غير شرعية؟ لأن الشرع حرمها، في منها مفاسد كتير، في وراها نتائج غير سارة ليك انت وليها هي ولعيلتك انت. ده الجزء التاني ان شاء الله. اهلا وسهلا بيك يا صديقي. استكمالا لما قد وقفنا عنده، العواقب اللي بتنتج من العلاقات والارتباط الغير شرعي او الارتباط المحرم. واحد، اللي هو مفسدة للقلب. انت قلبك بيفسد، تخش في حالة اكتئاب. لو لا قدر الله مثلا، لو ربنا سبحانه وتعالى اراد ان العلاقة ديت ما تكملش، خلاص العلاقة باظت. ايه اللي هيحصل؟ انت هتخش في اكتئاب. ده واحد. اولا انت اتحطيت في اكتئاب، قلبك كسر بمعنى صحيح. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى حرم العلاقات ديت، لان اللي بينتج منها كسر للقلب. القلوب بتكسر فيها، اذا كان للشباب او البنات. في ممكن تؤدي بعد كده للانتحار والعياذ بالله، تؤدي بعد كده للشباب ياخد مخدرات، الشباب يروح يوصل بيه لمرحله الانتقام زي ما احنا شفنا قبل كده من فتره من الفترات، اللي الموضوع ده ادى لمراحل متقدمه جدا من الانتقام. ربنا سبحانه وتعالى عارف ان انت ضعيف، حط لك شويه قواعد عشان يمنع عنك اللي انت تقع في الحاجات دي. ايه الحاجات اللي انا ممكن اقع فيها؟ واحد، احنا زي ما قلنا كسرة القلب، ده النواتج بتاعت الارتباط المحرم، كسرة القلب. تمام. اتنين، منع الوقوع في المحرمات، زنا وفواحش إلى آخره، حاجات والعياذ بالله بتنتج من أمور يعني غير سارة جدا. بتلجأ بعد كده اللي انت تجد اللي فتاة شاب وقع في الزنا، ولا قدر الله بعد فترة من الفترات تعالى تقدم لي، لا أنا مش متقدم، لا مش عارف إيه، لا الحكاية، لا الرواية قتلها، أو هي اللي قتلته، أو هو أهلها مثلا عرفوا فقتلوه. طب إيه اللي يوصلنا لكل دوت؟ إيه اللي يحطنا في الزون ديت من الأول؟ طب ما نبعد من الأول. ابعد من الأول، ما تخشش خالص. حاول ما تخشش، ما تدوسش من الأول. 3، منع الاستغلال. طبعا دوت نقطة بقت منتشرة جدا، منع الاستغلال. طبعا دلوقتي احنا كنا اتكلمنا على حتة الصور ديت بس ما وضحناش الأمر، بس هنتكلم عليها بقى في حتة منع الاستغلال. انت هنا بقى منتشر جدا جدا اللي هو الفترة ديت حوار الاستغلال بالصور والاستغلال بالفيديوهات إلى آخره. طيب احنا الفترة اللي فاتت تقريبا من قبل رمضان بشهر ظهر جروبات واتس والكلام دوت. ضمن القصص اللي انا قريتها عن جروبات الواتس دوت، اللي شاب اتبعتت صور اخته في الجروب، وهو موجود في الجروب، هو موجود في جروب. علشان ايه؟ واحد بيبعت صور يقول تعرفوا البنت ديت ويعملوا عليها كوميكس ومش عارف ايه والكلام ده. اتبعتت صور لاخته، صحابه موجودين في الجروب وقرايبه، تلاقي في ناس كمان معارف. هو قدام نفسه بقى عامل ازاي؟ قدام صحابه بقى عامل ازاي؟ هي بقت قدام نفسها بقت عامله ازاي؟ طب ايه اللي يوصلنا لمرحله زي ديت؟ ايه اللي يوصل شاب او فتاه محترمه لمرحله زي ديت، مرحله من الاستغلال زي ديت؟ اللي يوصل بنت لما تقول له والله ده انا عرفت ان الموضوع 1 2 3 حرام، واللي احنا بنعمله حرام، تيجي تقدم لي يا خلاص يا نقطه، يقول لها انا معايا كذا وكذا وكذا. إيه اللي يوصلنا للمرحله ديت؟ طب من الاول، طب ربنا سبحانه وتعالى حط لنا القواعد ديت علشان احنا نبعد، عشان احنا ما نوصلش للمرحله ديت. انت بقى ايه اللي يوصلك للمرحله ديت؟ ايه اللي يدخلك تدوس في المرحله ديت من الاول؟ طيب دلوقتي احنا في قاعده المفروض كنت قلتها في الفيديو الاول، بس انا تناسيتها يعني، وكده قلت اجلها بعد كده، اللي هي ما بني على باطل فهو باطل. تمام.
وفي قاعدة أخرى أنا ماشي عليها في حياتي: أي شيء أنا هعمله لا يرضي الله سبحانه وتعالى فنتائجه بالتالي لن ترضيني. بدأت علاقة، بدأت ارتباط، بدأت أي حاجة وحشة في حياتي تغضب ربنا سبحانه وتعالى، النتائج بتاعتها عمرها ما هترضيني. أنا كعمار النتائج بتاعتها عمرها ما هترضيني. طب ليه أبدأها من الأول؟ وأما بني على باطل فهو باطل. طب دلوقتي إحنا الاتنين تبنا خلاص، أنا تبت وسين من الناس ديت تاب واتزوجنا، نعمل إيه؟ أولا أنا عايز أقول لك اللي أنت يجب عليكم أنتوا الاتنين تتوبوا. ده يجب عليكم اللي أنتوا الاتنين تتوبوا ربنا سبحانه وتعالى عشان يصلح لكم اللي في حياتكم الباقية، يصلح لكم ما بقي من حياتكم، وربنا سبحانه وتعالى يبارك لكم في حياتكم عشان تبقى حياة لم تبنى على باطل. توبوا فيتوب الله عليكم. لازم أن تتوبوا. دلوقتي أنا تأثرت بالكلام جدا، والكلام مأثر فيا جدا. أعمل إيه؟ اقطع. لو أنت في علاقة اقطع العلاقة فورا. يعني كان في مثل أنا مش عارف أنا هقوله صح ولا غلط: سيح دم، اقطع عرق وسيح دم. اقطع العلاقة فورا، تمام؟ بدون أي مقدمات، بدون أي حاجة. ابعت والله اللي احنا بنعمله ده حرام، تمام، مش هينفع نكمل. لو انت بعتي والله اللي احنا بنعمله ده حرام مش هينفع نكمل. تيجي وهي كبنت تضيف جملة: لو انت تريدني في الحلال فانت اكيد عارف بيتي، وتيجي مسحة رقم او تعمل بلوك. طيب دلوقتي انا ظلمتها وهظلمها معايا، وانا بقى 7 سنين بنتكلم والحكاية والرواية. طب ايه اللي دخلكم الاول في حاجة زي كده؟ اولا كلامي للبنت: انت خنتي الامانة، انت خائنة للامانة. خائنة للامانة من ناحية ايه؟ اللي انت خنتي الامانة لوالدك، مسكت التليفون. انت خنتي الامانة ان طعنتي والدك في شرفه، طعنتي والدك في ظهره. ده كله خيانة للامانة لوالدك اللي احسن تربيتك. المفروض اللي انت طالعة قدامه اللي انت بنت متربية و الى اخره. انا عايز اقول لك على حاجة بالنسبة للشباب. اغلب الشباب تفكيرهم يقول لك ايه: انا في الفترة يقعد 6 7 سنين بيتكلم بنت، ولما تيجي تكلمه على الجواز ما بينه وما بين صحابه مثلا الشباب تقول له انت هتتجوز البنت اللي انت تكلمها، رده الطبيعي هيكون لا طبعا. انت هبل، تهبل يا ابني، اتجوز اللي انا بكلمها ليه؟ هو انا هبل؟ انا بضحك عليها بس كده وخلاص، تضييع وقت. طب ليه؟ انت مش رخيصة، انت مش رخيصة، ولا انت برضك يعني انت ممكن تكون في بنت بتستغلك لاجل شيء معين، لاجل فلوس، لاجل محاضرات، لاجل اي شيء، لاجل شغل. ممكن تكون في شركه بتستغلك، شايفاك شاب طيب محترم فبتستغلك وتستغل طيبتك. طيب ليه توصل لحاجه زي كده؟ ايه اللي يوصلنا لحاجه زي كده؟ دلوقتي انا مثلا قطعت العلاقه و الى اخره، هنعمل ايه؟ الاصل في ترك العلاقه على طول التوبه. ما تاجلش التوبه ابدا، لا تؤجل التوبة. خلاص أنا قررت النهاردة اللي أنا هسيب البنت اللي أنا بكلمها. خلاص النهاردة، خلاص فالنهاردة هو الأمر. هسيب النهاردة كل حاجة، هنقطع كل علاقاتي بيها ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى كي يتوب عليه. وعايز أقول لك برضك حاجة كده سريعا: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أنت ربنا سبحانه وتعالى لو سبت له كده، سبت العلاقة دي عشان العلاقة دي محرمة ولأجل ربنا سبحانه وتعالى، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيعوضك خير. ولو ليك خير في البنت ديت هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيوفقك اللي انت تتزوجها ان شاء الله. انا في حاجة بس سريعا: في بعض الشباب اللي هم ربنا سبحانه وتعالى يعني يهديهم، بيلعب بقى بدماغ البنت ويصور لها الدنيا كلها حلوة، ويقعد يقول لها انا هتقدم لك، ومفيش ايات صريحه ومفيش احاديث ومفيش نهي عن الحب والارتباط و الى اخره. ده الشيطان وصله لمرحله زي ما بنقول كده ليفل الوحش، وصل لليفل الوحش. انا عايز اقول لك ربنا سبحانه وتعالى، احنا ذكرنا الايه ديت مرتين ولا 3 وديت الرابعه تقريبا على ما اعتقد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. اللي انت بتعمله ده خطوه من خطوات الشيطان، انت ماشي على طريق الشيطان زي ما انا قلت لك في الفيديو الاول، اللي ده طريق الشيطان اهو، انت ماشي وراه واحده واحده.
تمام. اول حاجه تعارف، تاني حاجه ارتباط، تالت حاجه محادثات واتس، رابع حاجه تنتهي ان لم يعصمكم ربنا سبحانه وتعالى الزنا. ده اي بص، حطها كده قاعده قدامك، لاي علاقه محرمه نهايتها الممكن ده، نهايتها اخر مربع ده، مفيش اي حاجه بتبعد عن كده، مفيش. اصل اقنعني كده، انت كشاب اقنعني ان انت ما عندكش مشاعر، تمام، وانت كفتاه ما عندكش مشاعر حاجه زي كده. طيب ليه بقى احنا نوصل لمرحله زي ديت؟ افضل حاجه اللي انت تعملها، اللي هو انت والله انا مثلا حسيت ان انا هنقف في حاجه زي كده، لا انا قررت ان انا اتوب وابعد خالص، تمام. وانت كبنت لو في شاب بيكلمك توبي وقولي له والله لو انت عايزني فعلا وبتحبني فعلا، المفروض يخاف عليك، هو المفروض يخاف عليك تلقائي، تمام، يتقدم لك. لو تهرب اعرف اللي هو كان، لا مؤاخذه في اللفظ، واخدك لعبه في الفتره دي، انت كنت بالنسبه له لعبه في خلال هذه الفتره. قبل بس ما ننهي الفيديو، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الشاب اللي قتل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو استأذنه في الزنا، قال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، كانوا الصحابه كانوا هيقوموا يضربوها كده الى اخره، فالنبي صلى الله عليه وسلم هداهم. بعد كده قال اترضاه لامك؟ قال اترضاه لاختك؟ قال لا. قال اترضاه لخالتك؟ قال لا. النبي صلى الله عليه وسلم عدله المحارم بتوعه، قعد يعد له المحارم بتوعه. طب انت كشاب هل ترضاه لاختك اللي انت تشوف اختك مصاحبه او في حد بيكلمها او الى اخره؟ طب ترضاه لخالتك؟ ترضاه لعمتك؟ لا طبعا، تلقائي لا، مش حد بيرضى فينا حاجه زي كده. يعني الحمد لله ده كان موجز كده سريعا على الموضوع، يعني عدينا عليه فيديوهين سريعين. انا ما حبيتش اطول في الموضوع، تمام، لان الموضوع يعني انا حاولت المه على قد ما اقدر وجه على فيديوهين يعني. بس الحمد لله سبحانه وتعالى، يعني الحمد لله اللي وفقنا في حاجه زي كده. وان شاء الله بقى احنا تكلمنا في كذا حاجه تقريبا، تكلمنا في كذا حاجه، غض البصر والحجاب وادي الارتباط، تمام، وبرضه كان داخل الارتباط يعني الحب والى اخره. ان شاء الله بقى هنبدا مع بعض في خلال سلسله بوضوح بقيه رمضان سلسله تعبديه، تمام. ان شاء الله هتبدا بالصلاه، هتبدا الاول بالتوبه، عذرا هتبدا الاول بالتوبه، ثم الصلاه، ثم بعد كده القران، ثم بقى اشياء بقى اخرى ان شاء الله، يعني عشان ما نفسدش اللي جاي ان شاء الله. ربنا يا رب يتقبل منا هذا العمل، وسلام.